السلام عليكم. النهارده اول جزء من اجزاء قصه حياتي اللي ناس كتير نفسها تسمعها وتعرف تفاصيلها وتتعلم منها. فخلينا نقول النهارده الجزء الاولاني، يعني ممكن القصه دي كلها من اول يوم الولاده لحد اللحظه اللي انا واقفه فيها قدامكم دي تاخد لها مثلا 30 جزء. كل جزء هيبقى فيديو عباره عن 10 دقائق صوت وصوره. اللي حابب يتفرج عليه اهلا وسهلا، اللي مش حابب يتفرج عليه على راسي من فوق في سكيب من الفيديو او سكيب من الصفحه كلها. تمام. حابه ان انا ابدا اول جزء من هنا، وان شاء الله هيكون اخر جزء من هنا، يعني اول حلقه من هنا واخر جزء من هنا. ده مكان شغلي اللي انا وصلت له بعد سنين وسنين من العمر. هحكي لكم النهارده من اول قصه الولاده، ويلا بينا اليوم الصعب، نعرف اليوم الصعب بتفاصيله اللي انا اتولدت فيه. في يوم صعب ما طلعتلهوش شمس، وفي وسط شهر مارس 7 مارس، يعني في نص الثمانينات كده، جاء ميعاد الولادة بتاعتي المتأخرة. الولادة المتأخرة كنت رقم 5 في اخواتي. رقم 5 في اخواتي، احنا 8 اخوات ما شاء الله، وكنت انا رقم 5. يوم الولادة بتاعتي كان يوم عسير، يوم صعب، لان اوريدي ده شهر امشير اللي كله زعابيب وكله تراب وهواء، سقع وبرد وحر، فما تعرفلوش ملامح كده. حقيقي من اول ما جيت الدنيا وانا جايه بوجع القلب او جايه في وجع القلب، وكأن وجع القلب ده مكتوب عليا العمر كله لحد النهارده. ده وغطى بقى ان انا اتسميت باسم مروه. انا اسمي الحقيقي مروه مش زهره. زهره ده اسم هقول لكم سببه بعد كده في الحلقات الجايه. اللي حصل ان والدتي المفروض ان هي تولد طبيعي زي ما ولدت اخواتي اللي قبليه. كان يعني انا كنت رقم 5، كان في قبليه 4 من الاخوات مولودين طبيعي مش سيزيريان، مفيش حد اتولد سيزيريان خالص. بدأت الشهر العاشر وتعب شديد جدا، وكانت بطن امي اكبر بطن في حملها كله قبليه وبعديه. ده طبعا كان نتيجه ان انا كنت حجمي زياده قوي جوه البطن، على عكس ما انا كنت بعد كده سفروته لحد دلوقتي. كان في ساعتها دايه، ومن هنا تاتي بقى الله يرحمها الست تعمى ام حسن الدايه اللي بتولد المنطقه كلها في البيت بالميه السخنه. تعمى ام حسن الدايه كالعاده عشان تولد ماما زي ما ولدت بقيه اخواتي، ولكن للاسف اتفاجئوا ان انا نازله برجليا مش براسي. قالت ماما تتشنك وتتعب وكانت هتموت فيها. خدوها بسرعه على مستشفى الشاطبي اللي هي مستشفى الولاده اللي موجوده لحد دلوقتي في اسكندريه، خاصه بالولاده الحكوميه فقط. يعني مستشفى الشاطبي دي انا اتولدت فيها. الدكتور بتاع امراض النساء اول ما شاف ماما قال لهم دي هتموت فيها، ده انا مش عارف الحقها منين ولا منين. مش كفايه حجم الولاده غير طبيعي وحجم البيبي غير طبيعي، كمان البيبي نازل برجله، المفروض النورمال والطبيعي ينزل براسه. وبعد ما مأساة طويلة من المحاولات للدكتور والطبيب اللي كان بيولد ساعتها، الحمد لله رب العالمين تم ولادتي بولادة طبيعية. انتوا كنتم مبالغين بقى، كنتم مزودينها عليا. ودي ما كانتش المصيبه خالص ولا الكارثه اللي حصلت يوم الولاده فقط، ولكن انتظروا بقى الخروج. خرجت تاني يوم من المستشفى مع والدتي عشان يروحوا على البيت، وطبعا والدتي عندها ولاد وتعبانه ووالده، والولاده كانت متعبه قوي، مش الولاده العاديه اللي هي بتقوم تطبخ بعديها فاصوليا ورز وفرخه. كل اللي يعرف والدتي سواء اهل بابايا او اهل مامتي كله جه عشان يخدمها ويخدم اخواتي، نتيجه ان ولادتي كانت صعبه واتقال عليها ولاده متعسره. انا لو منكم ما كنتش جبتني، يعني انا ما كنتش جبتني، انا لغايه دلوقتي متعسره اصلا في حياتي مش عارفه ليه. المهم بقى تاني يوم الولاده لما هم روحوا بيا وبقوا يخدموا ماما، حصل كارثه في البيت. الكارثه اللي حصلت دي مش طبيعيه. الست دي اللي هو انا او النونو ده جاي بوجع القلب، ده جاي بالفقر كله معاه. حريم وهم بيطبخوا عشان يعملوا لماما شويه شوربه سخنه، واخواتي لقمه حلوه، وابويا اللي تعب ده ياكل له لقمتين كده عشان يشوف شغله. الانبوبه بتاعت البوتاجاز اللي هي اسطوانه الغاز فرقعت في الشقه كلها. نار وخراب ودمار في الشقه، واللي يجري شمال واللي يجري يمين واللي طلع على السطح واللي نزل تحت. المهم الشقة كلها حصل لها تصدع في الأسقف وفي الحيطان نتيجة انفجار اسطوانة الغاز أو الأنبوبة. حظي وحش.
طب ما كنت سبتوني جوه احسن. المهم بعد كده طبعا ماما خدوها وطلعوا يجروا بيها بالنونو اللي هو انا، واتلهوا بقى. اخواتي اتقسموا شويه عند الجيران هنا وشويه عند الجيران هنا، وكمان يعني ماما وانا كنا في حته وبابا كان في حته تانية خالص. اتقسمنا كلنا كأسرة يعني. إعادة تجهيز الشقة لإن تبقى شقة صالحة للمعيشة مرة أخرى خد وقت كبير، يعني ممكن أسبوعين 3 4 5 6 7 8 9 10 كده. وبعد 3 شهور افتكروا إن هم ما عملوليش شهادة ميلاد. يا نهار أبيض، بقول لكم يا ريتني ما كنت جيت. بعد 3 شهور قعدوا يحاولوا يفتكروا يوم الولادة، لدرجة إن هم راحوا المستشفى يشوفوا في السجل هي اتولدت في يوم ايه عشان يتعمل لي شهادة ميلاد. اكتر حاجة زعلتهم ساعتها ان هم اتشحططوا فترة كبيرة، واخواتي اتشحططوا عشان يعرفوا يتلموا تاني في بيت واحد، لان زي ما بقول لكم الشقة خدت فترة كبيرة من المصاريف وفترة كبيرة من التعب والارهاق للصيانة عشان ترجع شقة يعرفوا يعيشوا فيها مرة اخرى. يعني انا صعبت على اهلي جدا، عشان كده سموني مروة، لان كانوا عارفين ان مروه دي يعني جبل، وجبل الصفا والمروه، والجبل يعني بيتحمل ويعني شديد ويعني واتكتب عليا عمري كله اكون جبل وحماله اسيه لحد الان. وسبب اللي انا فيه هو اسمي. لو كان يسموني حاجه مثلا عصفوره، كتكوته، ما كنتش وقعت في اللي انا فيه ده. مش فاكره حاجه تانية قوي طبعا من الولاده، يعني من اللي اتحكت يعني، ولكن دي كانت ابرز حاجه فاكراها عن يوم ولادتي. وكان من ابرز الحاجات اللي اتقالت لي برضو ان انا شبه اختي اللي فوقيه قوي، الفرق بيننا سنه ونص، وكانت الجيران بتتلخبط بينا، وخاصه لما وصلت انا وهي سن 3 سنين كنا عاملين زي التوأم. لحد دلوقتي الناس بتغلط فينا في الشارع، واي حد يشوفها في مكان يفتكرها شيف زهره، مع انها مش شيف زهره، دي اختي الاكبر مني. انا حكيت لكم كده بس يوم الولاده تمام، وطبعا اليومين اللي بعد الولاده كان كلهم عذاب ودمار وبهدله بسبب اللي حصل في الشقه وي. عشان اعرف احكي لكم بقيه القصه هنعدي مع بعض شهرين 3 4 5 كده، ونتكلم على اي حاجه انا افتكرتها في الولاده في الفيديو الجاي. لو عجبكم الفيديو ده او اوكي حابين تكملوا معانا بقيه الاجزاء، هتدوسوا لايك، هتدوسوا شير، هتدوسوا تفضيل، وهتكتبوا في التعليقات انتوا حابين جزء تاني او بقيه الاجزاء ولا لا. انا معاكم 30 جزء عشان احكي لكم لحد اليوم اللي انا واقفه فيه واللحظه اللي انا واقفه فيكم معاكم هنا على مطعمي وفي المكان دوت. فقولوا لي رايكم في التعليقات، المره الجايه نكمل ان شاء الله، وهكتب لكم على كل جزء رقمه عشان اللي هيدخل في نص السكه كده يعرف يسترجع ويقرا بقيه الاجزاء او يسمعها معانا. ويا رب تستفادوا من قصه حياتي اللي كلها كانت مصاعب، كلها كانت ازمات، وانا الحمد لله فخوره بكل حاجه هحكيها في حياتي، الوحش والحلو، لان كل حاجه فيها الحمد لله رب العالمين ربنا كان رازقني فيها بحكمه وصبر وفخر انا اتشرف ان انا احكيه. فاللي حابب يتابع معانا هيدوس لايك في التعليقات، وبحبكم في الله.